بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ شرح الفصل الثاني، وهنتكلم عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس. بس هنبدأ بالتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. عاوزين نعرف إيه هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، عاوزين نعرف إيه هو الفيض المغناطيسي وإيه هو المجال المغناطيسي وإيه هي برضو كثافة الفيض المغناطيسي. وعندنا تجربة أورستد للاستدلال على وجود مجال مغناطيسي ناشئ نتيجة مرور تيار كهربي في سلك. كل الكلام ده هنعرفه. أول حاجة عاوزين نتكلم عنها هي إن الفيض المغناطيسي بيرمز ليه بالرمز فاي ام. يبقى الفيض المغناطيسي بيرمز ليه بالرمز فاي ام، تمام. وكثافة الفيض المغناطيسي بيرمز ليها بالرمز بي. يبقى كثافة الفيض المغناطيسي يرمز ليها بالرمز بي. يبقى الرموز دي مهمة جدا عندنا. الفيض المغناطيسي فاي ام، كثافة الفيض المغناطيسي يرمز ليها بالرمز بي. جميل جدا. هنعرف دلوقتي اكتر ونتكلم عن الفيض وكثافة الفيض المغناطيسي دلوقتي. بس خلونا الاول نبدأ بتجربة عندنا عملها العالم هانز أورستد، تمام. التجربة دي للاستدلال على وجود مجال مغناطيسي ناشئ من مرور تيار كهربي في سلك. جميل جدا. طيب هنتكلم دلوقتي عن تجربة أورستد. قام العالم هانز أورستد بوضع بوصلة مغناطيسية بالقرب من سلك يمر به تيار كهربي. جميل جدا. يعني العالم أورستد ده جاب بوصلة مغناطيسية وكان عنده سلك بيمر فيه تيار كهربي. حط البوصلة المغناطيسية دي بالقرب من السلك اللي بيمر فيه تيار كهربي. لاحظ حاجة غريبة جدا. ايه الملاحظة اللي لاحظها؟ لاحظ انحراف إبرة البوصلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في قوة أثرت على البوصلة ده اهي وغيرت او أدت الى انحراف إبرة البوصلة او المؤشر بتاع البوصلة، تمام. ولما قطع التيار الكهربي او بعد السلك اللي بيمر فيه التيار الكهربي عن البوصلة، البوصلة استعادت اتجاهها الاصلي او ابره البوصله او المؤشر رجع لاتجاهها الاصلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مؤشر البوصله اتحرك لوحده؟ لا، اكيد في قوه اثرت عليه. طيب اسال نفسي، هي القوه دي جت منين ولا جت ازاي؟ طيب هو انا كنت حاطه جنب ايه؟ كنت حاطه جنب سلك بيمر فيه تيار كهربي. يبقى اكيد السلك اللي بيمر فيه التيار كهربي هو اللي جاب لي القوه دي. ده قالك لما السلك بيمر فيه تيار كهربي بينشأ حوالين المنطقة دي حاجة اسمها مجال مغناطيسي. دي عبارة عن فورس، قوة. يبقى السلك اللي بيمر فيه تيار كهربي بيولد لي قوة. القوة اسمها قوة الفيض أو المجال المغناطيسي، تمام. يبقى لما نيجي بقى نتكلم عن الاستنتاج أو الملاحظة بتاعة تجربة أورستد، الاستنتاج اللي عندنا قالك اهو: عند مرور تيار كهربي في سلك، تمام، فإنه يتولد مجال مغناطيسي حول السلك يسبب إبرة البوصلة. يبقى أنا دلوقتي خلاص عرفت إن أنا لو عندي سلك بيمر فيه تيار كهربي فبينشأ حول السلك ده حاجة اسمها مجال مغناطيسي. مجال المغناطيسي دي عبارة عن قوة أثرت على إبرة البوصلة وخلتها تنحرف. طيب تمام. عاوز أعرف شكل المجال ده عامل إزاي، وهل أي سلك بيمر فيه تيار كهربي أيا كان شكل السلك بقى ولا نوعه بيديني برضو مجال بنفس الشكل؟ طيب تعالى كده، تعالى نعرف شكل المجال. بيقول لي هنا خلي بالك عندي ملحوظة مهمة جدا. بيقول لي يختلف شكل المجال باختلاف شكل السلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي سلك مستقيم بيديني شكل مجال مختلف عنه عن شكل المجال اللي بيديهولي الملف الدائري، بيختلف عنه عن شكل المجال اللي بيديهولي الملف الحلزوني. يبقى انا عندي دلوقتي ملاحظة مهمة جدا. بيقول لي يختلف شكل المجال باختلاف شكل السلك. يعني السلك المستقيم ليه مجال خاص بيه، الملف الدائري ليه مجال خاص بيه، الملف الحلزوني ليه مجال خاص بيه. يبقى أنا دلوقتي اتكلمت عن تجربة أورستد وعرفت إن عندي حاجة اسمها مجال مغناطيسي أو فيض مغناطيسي بيتولد نتيجة مرور تيار كهربي في السلك، تمام. وقلنا إن شكل المجال ده بيختلف باختلاف شكل السلك. يعني لو السلك مستقيم هيكون ليه شكل مجال معين، ولو الملف دائري هيكون ليه شكل مجال معين تاني غير بتاع السلك المستقيم، ولو الملف حلزوني هيكون ليه شكل مجال تاني مختلف عن السلك المستقيم والملف الدائري. جميل جدا. طيب هل لو انا بقى غيرت مادة السلك ده، يعني ده مثلا السلك ده من النحاس، ده سلك مستقيم مثلا من النحاس، اداني شكل مجال معين، تمام. لو انا بقى
جبت سلك مستقيم تاني من الألمونيوم، هل هيديني نفس الشكل ولا شكل تاني؟ طيب تعالى شوف الملاحظة دي اهو، بيقول لي لا يختلف شكل المجال باختلاف نوع مادة السلك. يعني انا لو السلك ده كان مثلا سلك مستقيم تمام ومن النحاس، وجبت سلك تاني سلك برضو مستقيم زيه بس من الألمونيوم، قال لي ده هيديني شكل مجال هو شكل المجال ده. قال لي طالما السلكين بنفس الشكل يبقى مهما كانت المادة المجال هيبقى واحد. يعني طالما سلك مستقيم وسلك مستقيم ايا كان نوع المادة الاتنين هيدوني نفس شكل المجال. اما لو كان ده مثلا سلك مستقيم وده ملف دائري، لا ده المجال هيختلف شكله. جميل جدا. طيب تعالوا كده نشوف هنا بيقول لي ان انا يعني عندي اقطاب، هنا الان ده هو قطب شمالي والاس ده هو قطب جنوبي، اقطاب بتاعه مغناطيس. جميل جدا. قال لك ان بيكون في حاجه اسمها عندي خطوط الفيض المغناطيسي. قال لك ان خطوط الفيض المغناطيسي دي بتخرج من القطب الشمالي اللي هو بيرمز ليه بالرمز ان، متجهه الى القطب الجنوبي اللي بيرمز ليه بالرمز اس. يبقى جميل جدا، انا لو عندي مغناطيس او قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، هلاقي ان في خطوط فيض مغناطيسي بتخرج من القطب الشمالي للقطب الجنوبي اهي اللي باللون الاحمر وعليها الاسهم دي. قال لك بقى المنطقه دي اسمها منطقه فيض مغناطيسي. طيب ما هي المنطقه دي بتشمل خطوط فيض مغناطيسي. طيب لو جيت اعرف الفيض المغناطيسي هقول ايه؟ هقول الفيض المغناطيسي اللي بيرمز ليه بالرمز فاي ام اهو اهي بتتكون من عدد من الخطوط، يبقى هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا على وحدة المساحة او التي تمر عموديا على مساحة ما. يبقى الفيض المغناطيسي عبارة عن عدد كلي لخطوط الفيض المغناطيسي، عدد كلي يعني كثافة من الخطوط، يعني كمية من الخطوط. يبقى لو جيت اعرف الفيض المغناطيسي اللي هو بيرمز ليه بالرمز فاي ام، هقول ان هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر على مساحة ما او تمر عموديا على مساحة ما. وهنعرف دلوقتي ايه المقصود بتمر عموديا. تمام؟ عايزك تبقى عارف ان العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي بسميه بي، يعني كثافة خطوط مغناطيسي، عدد كلي، عدد كبير يعني كثافة يعني كمية. جميل. التي تمر عموديا على وحدة المساحات. يبقى وحدة المساحات يعني عندي رمز المساحة ايه؟ تمر عموديا. يعني ايه تمر عموديا؟ يعني لو افترضت ان عندي هنا خطوط فيض فاي ام اهو، دي خطوط الفيض، وعندي هنا مساحة، يبقى الزاوية ما بينهم 90 درجة، يعني الزاوية ما بين الاي والفاي ام ب90. يبقى كده اقدر اقول هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا اهو بوحدة المساحة او مساحة ما. جميل جدا. هو ده الفيض المغناطيسي وهنعرفه اكتر واكتر في المسائل. تمام. بيقول لي بقى ملحوظة مهمة جدا جدا، قال لي وحدة قياس الفاي ام اللي هو الفيض المغناطيسي هي الويبر. يبقى الويبر هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي، يبقى الويبر هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي، يبقى الويبر هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي. لازم تحفظها وتعرفها كويس. طيب تمام. عايزين دلوقتي نعرف ايه هو قانون الفيض المغناطيسي الفاي ام. تعالى كده، الفيض المغناطيسي فاي ام هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي. طيب ما هو احنا لسه قايلين العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي اللي هي بي. تمام؟ التي تمر عموديا على مساحة ما. تمام؟ ادي المساحة ايه؟ تمر عموديا يعني في ساين سيتا. تمام؟ وسيتا ب90 درجة، لان سيتا هي الزاوية ما بين البي والاي، او هي الزاوية ما بين خطوط الفيض والمساحة. يبقى تاني، قانون الفيض المغناطيسي الفاي ام بيساوي البي في الاي في الساين سيتا، حيث ان السيتا هي الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض والمساحة. السيتا هي الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض والمساحة. السيتا اهي هي الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض والمساحة، وهنا سيتا ب90 درجة زي ما احنا شايفين، لان هنا عندي الفاي ام عمودي على الاي او الاي عمودي على الفاي ام، يعني زاوية ما بينهم ب90 درجة. طيب تمام. تعال بقى مع بعض نشوف بعض الملحوظات المهمة جدا. بيقول لي عندما تكون خطوط الفيض عمودية على المساحة اهي، خطوط الفيض عمودية على المساحة تصبح الزاوية 90.
كلام جميل. يبقى تعالى عوض في القانون، يبقى فاي ام بيساوي البي في الاي في ساين سيتا، حيث ان سيتا هي الزاويه المحصوره بين خطوط الفيض والمساحه اهي ب90 درجه، يبقى ساين 90 يبقى بيساوي بي اي. يبقى فاي ام بيساوي البي اي. الكلام ده عندما تكون خطوط الفيض المغناطيسي عموديه على المساحه. طيب يعني ايه برضو الكلام ده؟ قال لك ان خلي بالك برضو ان فاي ام بيساوي البي اي ده اهو. القانون ده انا بستخدمه في حاله ان المجال اللي عندي منتظم. يعني ايه المجال اللي عندك منتظم؟ يعني مثلا مديك مساحه معينه وفي خطوط مجال، فمثلا يقول لك ان في مثلا 5 خطوط لكل 1 متر، تمام؟ فانا مثلا لو عايز اجيب الفيض المغناطيسي في 20 متر يبقى اضرب 5 في 20، تمام؟ او اضرب بقى في مساحه، يعني قال لك مثلا ان 5 خطوط فيض مغناطيسي لكل مثلا 5 متر مربع. يبقى انا عاوز اجيب مثلا عدد الخطوط او عدد الفيض اللي عندي في 20 متر مربع. ده انا كان بيديني 5 في المتر المربع الواحد. يبقى لو عندي 20 متر مربع هيديني كام؟ هيديني 100. 20 في 5. يبقى في حالة المجال المنتظم الفاي ام بيساوي البي في الاي. ولما الزاوية تكون 90 درجة بين خطوط الفيض وبين المساحة يبقى الفاي ام برضو بيساوي بي في الاي، ودي بتكون قيمة عظمى لان عبارة عن بي اي ساين 90 وساين 90 بواحد يبقى بيساوي البي اي. يبقى عندي البي اي ليها حالتين. البي اي او القانون ده الفاي ام بيساوي بي اي وبشيل الساين سيتا في حالتين. الحالة الأولى لما المجال يكون منتظم، أنا مش هحتاج الساين سيتا، خلاص ده المجال منتظم. الحالة الثانية لما ساين سيتا أو لما سيتا تكون ب90، سيتا بتكون ب90 بإمتى؟ لما الفاي ام يكون عمودي على الإيه، يعني الزاوية ما بينهم ب90 درجة. طيب تمام. ملحوظة مهمة جدا، المجال يكون قيمة عظمى عندما تكون سيتا ب90 درجة. المجال يكون قيمة عظمى عندما تكون سيتا ب90 درجة، يعني أقصى درجة للمجال أو أقصى قيمة للمجال هتكون عندما يكون السيتا دي ب90 درجة. يعني إمتى؟ يعني لما تكون الزاوية بين خطوط الفيض والمساحة أو الملف ب90 درجة، تمام؟ قال لك المجال يكون منعدم عندما تكون سيتا بيساوي 0 درجة. طيب أسأل نفسي سؤال، هي إمتى سيتا بتكون 0 درجة؟ طب ما أنا عندي إيه؟ عندي فاي إم أهو، تمام؟ عايز سيتا تكون ب0 درجة، يبقى الكلام ده إزاي؟ يبقى لما البي كده تكون كده أو لما الإيه تكون كده، الملف بيكون كده، هل كده في سيتا؟ لا، ده مفيش زاوية ما بين الإيه والفاي إم. طب الشكل ده إيه؟ ده توازي. يبقى لما خطوط الفيض توازي الملف اللي عندي يبقى المجال هيكون منعدم. وده ليه؟ لان سيتا في الشكل ده كده هيساوي الصفر. عوض في القانون، البي في الاي في الساين صفر، ساين صفر بصفر، في البي اي هيديك صفر، يبقى ينعدم المجال. يبقى اخيرا كده المجال يكون قيمة عظمى لما خطوط الفيض هتكون عمودية على المساحة أو الملف، تمام؟ والمجال يكون منعدم عندما تكون خطوط الفيض موازية للملف أو المساحة، تمام؟ يبقى أنا كده اتكلمت عن تجربة أورستد وعرفت الاستدلال بتاعها والاستنتاج والملاحظات اللي عندي. عرفت المجال المغناطيسي تعريف، وعرفت كثافة الفيض المغناطيسي، عرفت القانون، عرفت الوبر إن هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي اللي بيرمز ليه بالرمز فاي ام. عرفت إن شكل المجال بيختلف باختلاف شكل السلك زي ما احنا شايفين، وقلنا إن هندرس 3 أنواع من السلوك، وعرفنا برضو ان لا يختلف شكل المجال باختلاف نوع مادة السلك. جميل جدا. طيب احنا كل ده عمالين نتكلم عن الفيض المغناطيسي، وقلنا ان الفيض المغناطيسي عرفناه ان هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا على مساحة ما. وقلنا الفاي ام بيساوي البي في الاي في الساين سيتا، يعني هيساوي بي في الاي لما بيمر عمودية على مساحة ما. عمودية يعني دي ب90 درجة، يعني بيساوي بي في الاي، تمام؟ عايزين نعرف بقى دلوقتي ايه هي كثافة الفيض المغناطيسي. من القانون الفاي ام بيساوي البي في الاي. البي كثافة الفيض المغناطيسي، هاتها في طرف لوحدها، يبقى البي هيساوي فاي ام على الاي. يبقى البي كده لما تيجي في طرف لوحدها هيساوي الفاي ام على الاي، تمام؟ الفاي ام اللي هو الفيض، الاي اللي هو مساحة الملف اللي عندي، البي اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي. طيب تمام. من القانون ده بقى عايزين نجيب تعريف لكثافة الفيض المغناطيسي، تمام؟ البي بيساوي فاي ام على الاي. افكر كويس، فاي ام هي كثافة الفيض، الاي هي المساحة. تعالى نعرف البي، هو الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.
والفيض المغناطيسي برضه هو عدد كلي لخطوط الفيض المغناطيسي، او هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا على وحدة المساحات. يبقى انا عندي تعريفين لكثافة الفيض المغناطيسي، جبت تعريفين من القانون اللي عندي. والله قلت في الاول ان البي بيساوي فاي ام على الاي، فاي ام كثافة، فاي ام هي الفيض المغناطيسي، البي ده اللي هي الكثافة اللي عايز اعرفها. تمام، ابدا بقى اعرف كثافة المغناطيسي فاي ام هو الفيض المغناطيسي الايه لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة، والفيض المغناطيسي هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي، واقول اهو لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة او التي تمر عموديا على وحدة المساحات. جميل جدا. طيب انا قلت ان الفيض المغناطيسي فاي ام وحدة قياسه هي الوبر. تمام. طيب عايز اجيب وحدة قياس البي، ما هو البي فاي ام على الاي يعني وبر على الاي، يعني او وبر على الاي بالمتر تربيع، يبقى وبر لكل متر تربيع. يبقى اهو وحدة قياس البي اللي هي كثافة الفيض، البي اللي هي كثافة الفيض بيساوي فاي ام على الاي، ده اهي بالوبر، ده اهو بالمتر تربيع، يبقى وبر لكل متر تربيع. قال لك بقى ان وبر لكل متر تربيع بتكافئ التسلا، وبر لكل متر تربيع بتكافئ التسلا، وبر لكل متر تربيع بتكافئ التسلا. يبقى أنا عرفت إن كثافة الفيض المغناطيسي بتقاس بوبر لكل متر تربيع وتكافئ التسلا، وعرفت إن الفيض المغناطيسي بيقاس بالوبر، وخلاص عرفت القوانين إن فاي ام بيساوي البي في الاي، والبي بيساوي فاي ام على الاي، ده قانون الفيض المغناطيسي وكثافة الفيض المغناطيسي. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض الأسئلة النظرية كده على السريع ونكمل الشرح بتاعنا. بيقول لي علل ينصح بعدم بناء المساكن بالقرب من أبراج الضغط العالي للكهرباء. أبراج ضغط عالي للكهرباء يبقى في سلوك وفي كهرباء، طالما في سلوك وفي كهرباء يبقى في قوة اسمها مجال مغناطيسي. يبقى يرجع ذلك لتولد فيض مغناطيسي حول أسلاكها. عندي ضغط عالي للكهرباء بيبقى فيه سلوك بقى وكابلات والجو ده، فالكابلات والسلوك دي بتولد مجال مغناطيسي، بتولد قوة مجال مغناطيسي أو قوة فيض مغناطيسي. يبقى يرجع ذلك لتولد فيض مغناطيسي حول أسلاكها مما يؤثر على الصحة العامة والبيئة. يعني المجال المغناطيسي ده بيأثر على الصحة العامة والبيئة زي ما احنا شايفين أو زي ما احنا عارفين. طيب هنا بيقول لي ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي بيساوي 3 وبر لكل متر تربيع. طيب أعرف كثافة الفيض المغناطيسي. كثافة الفيض المغناطيسي هو الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. يبقى معنى ذلك أن الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات المحيط بتلك النقطة يساوي، ما أقولش 3 وبر لكل متر تربيع، وما أقول إيه 3 وبر، أقول 3 وبر بس. ليه؟ لأن قلت معنى ذلك أن الفيض المغناطيسي والفيض وحدة قياسه هي الوبر. النقطة دي مهمة وناس كتيرة بتغلط فيها. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف الوبر، عايز أعرف إيه هو الوبر. إحنا قلنا إن الوبر عبارة عن إيه؟ عن وحدة قياس. طيب وحدة قياس بيقيس إيه؟ بيقيس الفيض المغناطيسي. يبقى اكتب كده قانون الفيض المغناطيسي، فاي ام هيساوي البي في الاي. تمام. يبقى لما اجي اعرف الوبر هقول هو الفيض المغناطيسي، تمام، المار عموديا على وحدة المساحات. فيض مغناطيسي، وبر بيقيس ايه؟ بيقيس فيض مغناطيسي، يبقى هو الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي ده ماله؟ مر عموديا على وحدة المساحات. تمام. فاضل البي اللي هي كثافة الفيض. يبقى عندما تكون كثافة الفيض المغناطيسي بتساوي 1 تسلا، يبقى أنا دلوقتي بكل سهولة عرفت أعرف إيه هو الوبر. لما قلت إن الوبر هو عبارة عن وحدة قياس. طيب وحدة قياس بيقيس إيه؟ بيقيس الفيض المغناطيسي. اكتب هو الفيض المغناطيسي واكتب قانون الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي ده ماله؟ الفيض المغناطيسي ده بيمر عموديا بوحدة المساحات. ماشي. فاضل البي عندما تكون كثافة الفيض المغناطيسي 1 تسلا. يبقى أنا قدرت بكل سهولة إن أنا أعرف الوبر. يبقى أنا دلوقتي عرفت إيه هي الفيض أو إيه هو الفيض المغناطيسي وإيه هي كثافة الفيض المغناطيسي والقوانين ووحدات القياس، وعرفت ليه بينصح بعدم بناء المساكن بالقرب من أبراج الضغط العالي، وعرفت سؤال ما معنى قولنا أن، وعرفت تعريف الوبر. نيجي بقى بعد كده لبعض الملحوظات المهمة اللي عندنا. تمام. أنا لو عندي فورس بتأثر كده بزاوية هنا، تمام، فقلنا ان الفورس دي عارفين من الرياضة ان هي بتحلل لمركبة افقية ومركبة رأسية. تمام. طيب الاف دي قلنا لما اجي احللها كده اشوف الزاوية، لو انا رايح على الزاوية يبقى كوزاين، يبقى دي اف كوزاين سيتا، اهو رايح بعيد عن الزاوية يبقى اف ساين سيتا. تعالى هنا رايح للزاوية نازل لتحت اهو، يبقى دي الاف كوزاين
سيتا فوق ببعد عن الزاويه يبقى اف ساين سيتا. يبقى وانا في اتجاهي للزاويه يبقى كوزاين، وانا ببعد عن الزاويه يبقى ساين. يبقى انا في اتجاهي كده بحلل في اتجاه الزاويه يبقى كوزاين، بحلل بعيد عن الزاويه يبقى ساين. تعالوا نشوف بعض الحالات. قال لك رقم 1 عندما يكون الملف عمودي على الفيض. اول حاجه اعمل احداثي، ادي الاحداثي تمام. حط الفيض اهو، الفيض اللي بيأثر كده في المركبه الرئيسيه بالشكل ده، الفيض اللي هو فاي ام او خطوط الفيض اهو تمام. قال لك عندما يكون الملف عمودي، يعني الملف بقى هيبقى عمودي كده، يبقى ادي الملف او مساحه الملف A وفي هنا زاويه 90 درجه. يبقى عندما يكون الملف عمودي على الفيض هيبقى بالشكل ده. عملت احداثيات وبعمل دايما على المحور الرأسي الفيض اهو، وبيأثر على المساحه زي ما احنا شايفين، والمساحه كده بتصنع زاويه 90. يبقى تعالى لما تكتب القانون بتاعك فاي ام هيساوي البي في الاي في الساين سيتا. جميل جدا. طيب ما هي سيتا هي الزاويه بين الفاي ام والاي، والزاويه ما بينهم كام؟ 90. يبقى بيساوي بي في الاي في ساين 90، يبقى بيساوي البي في الاي. جميل جدا، ده اول حاجه تمام. تعالى لتاني حاله. قال لك عندما يصنع الملف زاويه 30 مع الفيض، اعمل برضو الاحداثيات واعمل الفاي ام فوق اللي هي خطوط الفيض او الفيض المغناطيسي تمام. قال لك يصنع الملف زاويه 30 درجه مع الفيض. ده الملف بقى هيبقى مثلا كده، اللي هو بحيث انه يصنع كده 30 درجه تمام جدا. يبقى ده هيبقى هنا عندي ده البي اهو او الاي، ده الملف مساحه الملف بيصنع زاويه 30 درجه مع الفاي ام. يبقى لما اجي اقول القانون فاي ام هيساوي البي في الاي في ساين سيتا. طيب سيتا عندي بيساوي كام؟ سيتا هي الزاويه ما بين البي وما بين الاي والفاي ام اللي هي بكام؟ ب 30 درجه. او ممكن ما اقولش بقى كده، ممكن الاي ده هي بحللها لمركبه رأسيه ومركبه افقيه. المركبه الرأسيه هتبقى كوزاين 30 والمركبه الافقيه هتبقى ساين 30. انا بشتغل على هنا اللي هو A ساين 30 هيبقى B فاي ام في ال A ساين 30. طيب تمام، بس انا مهم انك تعرف ان سيتا اهي ب 30 درجه وهي الزاويه ما بين الفاي ام والاي، يبقى سيتا يبقى ساين 30 اللي هي زاويه ما بين الفاي ام والاي تمام. قال لك هنا الحاله دي عندما يدور الملف بزاويه 30 درجه. طيب لو عندي الاحداثيات اهي وادي خطوط الفيض الفاي ام الفيض المغناطيسي. قال لك عندما يدور الملف ب 30 درجه، يعني الملف الاول كان في الحاله كده مثلا اهو، بعد كده الملف دار بقى هنا اللي هو بقى كده دار عن وضعه الاول ب 30 درجه تمام. بقت ده اهي الاي تمام. يبقى انا اكتب القانون بتاعي فاي ام بيساوي البي في الاي في ساين سيتا تمام. يبقى هيساوي بي في الاي في ساين، هي السيتا بكام؟ السيتا اللي هي الزاويه ما بين الاي والفاي ام اللي هي ده اهي. طيب ده هي ب 30 تبقى ده هي بكام؟ ب 60 درجه. يبقى في ساين 60 درجه، او ممكن اقول كوزاين 30، بحيث ان انا عندي الاي ده اهي اهو هحللها كده رأسي واحللها افقي. لما احللها افقي هنا هيبقى في هنا ايه بميل بالزاويه اهي، الزاويه هنا في الاول اهي ايه كوزاين 30 درجه، وبشتغل على الافق الفاي ام والاي كوزاين 30 درجه. طيب تعالى كده، قال لك عندما يدور الملف بزاويه 90 درجه. طبعا الكلام ده هنشوفوه في المسائل فما تقلقوش منه، يعني كلام سهل وبسيط جدا. قال لك عندما يدور الملف بزاويه 90 درجه تمام. ادي الاحداثيات وادي الفاي ام بتاعي. الملف الاول كان هنا تمام، بعد كده دار لحد 90 درجه فبقى كده. طب انت شايف ايه؟ انا شايف ان الفاي ام بيوازي الاي اللي هو الملف تمام. يعني الزاويه ما بينهم كام؟ الزاويه ما بينهم صفر. يبقى الفاي ام بيساوي البي في الاي في ساين صفر، يبقى ينعدم المجال، لان هنا عندي ان خطوط الفيض موازيه للمساحه او الملف بتاعي زي ما قلنا، يبقى ينعدم المجال. يبقى اول حاجه عندما يكون الملف عمودي على الفيض كان الشكل ده،
ادي الملف بيصنع زاويه 90 مع الفيض. قال لك عندما يصنع الملف زاويه 30 مع الفيض، ادي الملف وبيصنع زاويه 30 مع الفيض اهي، ادي الزاويه. بعد كده قال لك عندما يدور الملف بزاويه 30 درجه، يبقى الملف كان هنا ابتعد عن وضعه الاصلي ب 30 درجه، يبقى الزاويه ما بين الاي والفاي ام ب 60 درجه. قال لك بعد كده عندما يدور الملف بزاويه 90، يبقى الملف كان كده الاول، بعد كده بقى 90 لف 90 درجه، بقى كده بقى موازي للايه، بقى موازي للفاي ام. ولما يبقى موازي يبقى الثيتا زاويه ما بين الفاي ام والاي بصفر، يبقى عوض عنها بصفر، يبقى ينعدم المجال. زي ما احنا شايفين قلنا ان ده كله هنستخدمه او هنشوفه في حل المسائل. طيب الخلاصه بقى للناس اللي بتحب الحفظ، قال لك الفاي ام بيساوي البي في الاي في ساين ثيتا. قال لك بستخدم القانون ده اهو اذا اعطى الزاويه بين خطوط الفيض والمساحه. جميل. قال لك الفاي ام بيساوي البي في الاي في كوزين ثيتا، بستخدم القانون ده اذا اعطى الزاويه دوران تلك المساحه او تلك الملف. يعني هنا لما قال لك عندما يدور الملف بزاويه 30، يبقى انا يستخدم انا قلت هنا ساين 60، لا طالما قال لك عندما يدور الملف ممكن اقول فاي ام بيساوي بي اي كوزين 30، ما هي كوزين 30 هي ساين 60. جميل جدا. وهنا برضو عندما يدور الملف بزاويه 90، يبقى فاي ام بيساوي البي في الاي في كوزين 90. كوزين 90 يبقى هيديني بصفر. تمام. اما في الحاله دي والحاله دي كان بيقول لي عندما يكون الملف عمودي على الفيض، يعني الملف والفيض بينهم زاويه 90، يبقى فاي ام بيساوي بي في الاي، يبقى هنا دي ساين 90 اهو، الزاويه بين خطوط الفيض والمساحه او الملف، ما هو المساحه هي الملف. وهنا عندما يصنع او يصنع الملف زاويه 30 درجه مع الفيض، يعني الزاويه ما بين الملف والفيض 30 درجه اهو، اذا اعطي الزاويه بين الملف او خطوط الفيض والمساحه اللي هي الملف، يبقى خطوط الفيض والملف. تمام جدا. قال لك بقى عندما يكون الفيض المغناطيسي قيمه عظمى، زي ما احنا عارفين القيمه العظمى اللي هو الشكل الاولاني ده اهو، اللي هو لما يكون الملف عمودي على الفيض، يعني ساين 90 بيساوي 1، يبقى الفاي ام هيساوي البي في الاي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف بعض المسائل على السريع كده عشان الامور توضح عندنا. هنا في كتاب الامتحان بيقول لي ملف او ملف مساحه مقطعه 0.3 متر تربيع، يبقى مساحه المقطع الايه هيساوي 0.3 متر تربيع، وضع في مجال مغناطيسي منتظم كثافه فيضه 0.05 تسلا، يبقى البي بيساوي 0.05 تسلا. قال لك احسب الفيض المغناطيسي الذي يمر خلال الملف إذا كان رقم 1 عمودي على الفيض. يبقى احسب الفيض المغناطيسي الذي يمر خلال الملف إذا كان الملف عمودي على الفيض. لو الملف عمودي على الفيض يعني الشكل كده، ادي الاحداثي بتاعي، اعمل الفيض فاي ام اهو، الملف عمودي عليه، يعني الملف هنا اللي هو الاي يبقى فيه كده، يبقى القانون بتاعي فاي ام هيساوي البي في الاي في ساين الزاويه ما بين الاي والفاي ام، يبقى ساين 90 اهو زي ما احنا شايفين، هيديني قيمه فاي ام ده اهو، وحده قياسه هي الويبر. تمام. ادي المطلوب الاول. المطلوب الثاني كان بيقول لك يصنع اذا كان الملف يصنع زاويه 30 درجه مع الفيض، يبقى تاني اهو ادي الفاي ام بتاعي. تمام. وادي الملف اللي ليه مساحه. تمام. او هنا لسه. تمام. قال لك الملف بيصنع زاويه 30 درجه، يبقى دي 30 درجه، وادي الاي الملف يصنع 30 درجه مع الفيض اهي. تمام. يبقى بي في الاي في الزاويه ما بينهم اللي هي ساين 30 او ساين الزاويه ما بينهم اللي هي ساين 30. جميل جدا. هنا بقى قال لك مساله ثانيه، قال لك احسب الفيض المغناطيسي عندما يدور الملف بزاويه 30. طيب لما هيدور الملف بزاويه 30 زي ما احنا شايفين، قلنا هرسم الاحداثي وادي الفاي ام. تمام. وادي عندي المساحه كانت في الاول، المساحه او الملف كان في الاول، الملف ده ضرب زاويه 30، يعني اهو هنا 30 ضر عن اتجاهه الاصلي بزاويه 30. تمام. يبقى ده اهو 60، ده هو الملف اهو، يبقى زاويه ما بين الاي والفاي ام ب 60، يبقى ممكن اقول بي في الاي في ساين 60، او اقول بي في الاي في كوزين 30.